السلام عليكم ورحمة الله. أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 1/8/2025. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو علشان بجمع لك كل أخبار ريال مدريد. قميص مبابي الجديد يحقق مبيعات قياسية. شهد متجر ريال مدريد الرسمي في ملعب سانتياغو برنابيو إقبالا غير مسبوق مع طرح القميص الجديد للنجم كيليان مبابي رقم 10، حيث اصطفت طوابير طويلة من الجماهير منذ ساعات الصباح الأولى لاقتنائه، والذي يجسد بحسب تعبير البعض مكانة الفرنسي كقائد جديد للفريق. ورغم الأسعار المرتفعة التي تتراوح بين 150 و 210 يورو، أصبح القميص أكثر المنتجات طلبا وسط أجواء حماسية عمتها أنغام نشيد العاشرة وهتافات الجماهير. حقيقة رحيل إبراهيم دياز عن ريال مدريد. تصدرت أنباء انتقال إبراهيم دياز إلى فنربخشة التركي عناوين الصحف التركية خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تداول شائعات تفيد باهتمام النادي الذي يقوده جوزيه مورينيو بضم اللاعب. وسرعان ما تفاعل جمهور النادي التركي مع تلك الأخبار، حيث غزت رسائلهم مواقع التواصل الاجتماعي مرددين العبارة الشهيرة تعال إلى فنربخشة. ربط البعض بين تلك التكهنات والعلاقات القوية التي تجمع دياز بزميله في ريال مدريد أردا جولر نجم فنربخشة السابق، حيث وصفه إبراهيم سابقا بشقيقي الصغير وأحد أفراد عائلتي. وبحسب ما أكدته صحيفة آس الإسبانية، فإن مصادر داخل المدريد نفت وجود أي نية للتفريط في دياز هذا الصيف. اللاعب متمسك بالبقاء داخل أسوار سانتياغو برنابيو، ووكيله دخل بالفعل في محادثات مع إدارة النادي من أجل تجديد عقده. ألونسو يغير مصير دييغو أغوادو في ريال مدريد. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد اتخذ قرارا نهائيا بعدم بيع لاعبه الشاب دييغو أغوادو خلال سوق الانتقالات الصيف الحالي، رغم وجود اهتمام سابق من أندية أخرى بالحصول على خدماته. ويأتي هذا القرار بعد أن دخل اللاعب ضمن دائرة اهتمام المدرب تشابي ألونسو، ما دفع إدارة النادي إلى تجميد فكرة التخلي عنه ومواصلة متابعته عن قرب. موقف فينيسيوس من تجديد عقده مع ريال مدريد. كشفت صحيفة آس أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لا يفكر في مغادرة ريال مدريد رغم تبقي عامين في عقده، حيث ينتهي في يونيو 2027، وهو وقت طويل جدا. وأكد ذات المصدر أن موقف فينيسيوس واضح وحاسم، حيث لا يشعر بأي استعجال لبدء مفاوضات تجديد العقد في ظل العلاقة الممتازة التي تجمعه بإدارة النادي والرئيس فلورنتينو بيريز. اللاعب سبق وأن أبلغ الإدارة بمطالبه المالية في فبراير الماضي، والتي تتضمن زيادة كبيرة على راتبه الحالي البالغ 15 مليون يورو سنويا. معلق قناة برشلونة يسخر من مودريتش على الهواء. سخر معلق مباراة برشلونة ضد اف سي سيول التي نقلت عبر القناة الرسمية للنادي الكتالوني من النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي. وخلال حديثه على الهواء قال المعلق: نعترف بأننا لم نمنح لوكا مودريتش التكريم الذي يستحقه. تبرئته إلى كوندي في نهائي كأس الملك كانت آخر مساهمة كبيرة له، ولهذا نعبر عن تقديرنا له من جانبنا. العبارة التي بدت ساخرة تعيد إلى الأذهان اللقطة الشهيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، عندما مرر مودريتش كرة خاطئة إلى مدافع برشلونة جول كوندي لاستغلال فريق الكتالوني ويسجل هدفه الثالث ويحسم اللقب بنتيجة 3-2. رابطة الليغا ترفض تأجيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا. كشفت صحيفة آس الإسبانية بأن رابطة الليغا رفضت بشكل قاطع طلب ريال مدريد تأجيل مباراته أمام أوساسونا والمقررة يوم 19 أغسطس القادم. الصحيفة أوضحت أن القرار أصبح نهائي ولا نية لتغييره، رغم ضغوط النادي الملكي الذي كان يسعى لتعديل الموعد بسبب ارتباطاته السابقة في كأس العالم للأندية وعدم توافر وقت كافي للراحة مقارنة بباقي أندية الدوري الإسباني. في الختام ما تنساش تعمل لك الفيديو لو بتحب ريال مدريد، واستنوني بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.